الفنان يحيى الفخراني احرج مبارك قدام كل الفنانين وقال له تحديدا هو جمال هيبقى مكانك ولا ايه، وجمال بيعمل ايه بالظبط في الحكم. ومبارك رد عليه رد كان صادم. الحكايه بتبدا في عام 2010 لما كان الفنان يحيى الفخراني في طريقه لقصر الرئاسه لحضور لقاء مع عدد من الفنانين، وقبل ما يدخل القصر قابل زكريا عزمي وقال له محدش يشتكي للراجل او يضايقه لانه مش ناقص. يحيى الفخراني بيقول انه اول ما دخل ما اهتمش لكلام زكريا عزمي، وبعد ما شاف مبارك قاعد بيهزر وبيضحك وبيتناقش مع الفنانين، وبعد ما مبارك خلص كلامه وفتح باب الاسئله، يحيى لقى فرصه انه يسال الرئيس فرفع ايديه عشان يساله. ولما لقى مبارك صدره رحب وممكن يسمع، ساله يحيى الفخراني سؤال كل اللي قاعدين اندهشوا. وكان السؤال الاول لما قال له ينفع العلاقه بين المسيحيين والمسلمين يكون فيها تميز بالشكل ده؟ فرد حسني مبارك رد واضح وصريح: مفيش الكلام ده، والمسيحيين عندي خط احمر وكلنا مصريين. ورجع يحيى الفخراني وقال له بس اجهزه الدوله يا ريس بتميز ما بين المسلمين والمسيحيين. مبارك اتخض وقال له ازاي؟ رد يحيى الفخراني وقال له لحد دلوقتي مكتوب في البطايق مسلم ومسيحي، وده شكل من اشكال التمييز يا فندم. مبارك ما ردش عليه وسكت. واتدخل في الوقت ده عزت العلايلي عشان يهدي الامور والحده اللي وصلت للكلام ده في قصر الرئاسه. وبعدين يحيى الفخراني رجع سال مبارك سؤال تاني وقال له يا فندم ممكن اسالك سؤال تاني؟ قال له اسال. وايه المشكله؟ وهنا سال يحيى الفخراني وقال له يا ريس هو احنا ممكن نعرف جمال مبارك بيعمل معاك ايه بالظبط؟ والكل ساعتها سكت واتخض من السؤال يحيى الفخراني، لانه في الوقت ده كلام عن جمال مبارك كان خط احمر ومحدش يقدر يتكلم فيه. ومبارك رد على يحيى الفخراني رد كان صادم وما كانش حد خالص متوقعه. وفي مذكرات يحيى الفخراني بيقول ان مبارك كان مكسور بسبب وفاه حفيده، وخاصه ان زكريا عزمي اول ما دخل قال له محدش يضايق الرئيس ولا يتكلم معاه في حاجه تزعله. لكن رد مبارك وقال له والله العظيم جمال ابني بيساعدني وبس، ومفيش اي حاجه من الكلام اللي بتتقال لا توريث ولا غيره. وبيقول يحيى الفخراني في مذكراته اللي كتبها الناقد الفني طارق الشناوي ان مبارك في اول جلسه كان مرحب بكل الفنانين، وحتى في التوقيت ده مبارك اول ما شافه قال له ما جيتش ليه بالجلابيه يا شيخ؟ وده كان بسبب ان المسلسل بتاع شيخ العرب همام كان واخد في الوقت ده صدى كبير جدا. والفخراني بيقول ان مبارك كان بيقدر الفنانين، حتى اول ما شافه قال للي موجودين هاتوا كرسي للفنان النحيادي. وكمان قال الفخراني في مذكراته ان قبل لقاء الرئيس ده كان متردد جدا من الحضور، لانه كان عنده قناعه بتقول ان الفنان لازم يكون مستقل بعيدا عن السلطه وعن السياسه. لكن اشرف زكي اتدخل لما بعد ما الدعوه اتبعتت له وقال له انك لازم تروح عشان الرئيس مبارك طلبك بالاسم. كان مشكله يحيى الفخراني ان الوقت كان بيتاخر جدا، بس اشرف زكي قال له انت هتروح في ميعاد محدد وهترجع في ميعاد محدد. وعن علاقه الفنان يحيى الفخراني بالرؤساء كان بيقولوا ان افضل الرؤساء على المستوى الشخصي كان بيحب الرئيس محمد انور السادات، لدرجه ان الرئيس اتصل بيه لدرجه ان عزمه على فرح ابنه عزومه شخصيه في التليفون. وفي نهايه الفيديو انت شايف ان الرئيس مبارك كان بيجهز جمال للتوريث وانه يحكم مصر من بعديه ولا لا؟ اكتب لنا رايك في الكومنتات.